هو الوقت بينسي فعلا. كتبت بوست سألتكم من يومين كده 3، هل الوقت فعلا بينسي؟ لما نبقى مجروحين من حد أو من حاجة، حاسين بفقد أيا كان نوع الجرح ايه، هل فعلا الوقت بينسي والجروح والحزن مع الوقت بتعدي وبتقل؟ الحقيقة ان كتير منكم قال وفي ناس تاني قالت تبع الجرح وتبع الألم وتبع الشخص اللي جرح وتبع الموقف. خليني اقول لكم اجابة مختلفة شوية، ان الوقت فعلا بينسي او بيقلل في بعض الاحيان، لكن امتى يعمل ده؟ ما بيعملوش لوحده. مش بننسى لمجرد ان الايام بتعدي، بالعكس الايام ممكن تزود الألم قوي. امتى؟ لما احنا نفضل نتجرع الألم، نقعد نفكر نفسنا بالحدث اللي حصل، نفضل نفكر الشخص ازاي عمل كده، كل حاجة تحصل لنا نرجعها للموضوع ده. اصل لولا ده حصل ما كنتش عملت كذا وكذا، او اننا نفضل نفتكر طول الوقت، نفكر نفسنا باللي حصل طول الوقت، نفضل نحكي الحكاية لنفسنا، ونعيد ونزيد ودماغنا تفضل شغالة. في الحالة دي احنا تقريبا بنسيب الحياة وندخل في الثقب الأسود كده، أو في دائرة مفرغة من الأحزان والألم وتجرع ما حدث وتأثيره علينا. لكن امتى الوقت يبقى معانا وفي صفنا؟ لما احنا كمان نساعد الوقت، لما نبدأ واحنا الوقت بيعدي احنا بنعمل اشياء تنسينا او تقلل اللي احنا حاسين بيه، ان احنا بنكمل في حياتنا، ان احنا حتى لو كان الحدث اللي حصل دوت مؤثر علينا حالا او مؤثر علينا في حياتنا الحالية، مش لازم نفضل نقول لنفسنا لولا ده حصل، لولا كذا. خلاص ده امر واقع. انا الوقت هنا، انا الوقت حاسه بفقد، انا الوقت تعرضت للفشل في شركتي، في مشكله حصلالي. مش لازم افضل اقول لنفسي لولا المشكله الاولانيه حصلت ما كانتش دي حصلت. لا خلاص، اقابل اللي حاصل لي دلوقتي واعيش حياتي واكمل حتى لو حاسه بالم. خلي بالنا ان احنا مش مطلوب ان احنا ما نحسش بألم، مش مطلوب ان احنا نبقى اقوى ناس. لا، المطلوب اننا نبقى يعني عارفين ان في ألم وفي حزن، في فقد ايا كانت المشكلة ايه او ايا كان نوع الحزن ايه، لكن احنا هنخليه على جنب كده وهنحترمه جدا ونكمل في بقية حياتنا. في الحالة دي بس الوقت هيبقى معانا مش ضدنا.